بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا خلاص على مقربة من مولد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر ربيع الأول. بص حضرتك، واحنا فين؟ احنا في أسد معابد مصر، معبد الكرنك. احنا فين؟ احنا في صالة الأعمدة الكبرى. بس المعلومة النهاردة مفيدة إن شاء الله. وبص حضرتك، ده الصرح الثالث في مجموعة معابد الكرنك أو في معبد أمون رع. الصرح ده أو البايلون ده كان البناء اللي هو الملك أمنحوتب الثالث، ولكن لما رمسيس الثاني وأبوه أبديء طبعا سيتي الأول ورمسيس الثاني أضافوا الإضافات دي هنا في صالة الأعمدة الكبرى، استخدموا الواجهة بتاعة الصرح الثالث لبعض الرسومات، يعني هنا خاصة رمسيس الثاني. شوف حضرتك، بمرور الوقت طبعا في الأسرة ال21 جاء حريحور. حريحور ده اللي هو كان أحد كهنة معابد الكرنك، أحد كهنة أو كبير كهنة معابد الكرنك. وبعد انتهاء الأسرة ال20 طبعا قلد نفسه كملك لصعيد مصر، وكان هو هنا ملك الجنوب، ملك طائبة، ملك ثيبس. واللي هو اهو، يعني انا اللي يجي هنا ويبص كده على الكتابات نلاقي حريحور كتب هنا، بص كده لقب الصارع ده. احنا نشوف الصارع اللي هو ابن رع نبخعو سيد الآفاق كلها. بص حضرتك هنا حر، ادي الوجه اللي هو الوجه من ورا حر. حر بيت حر اللي هو بيقولوا عليه حري حر، حري حر. هنا البيضة دي اللي بنقول عليها سوحة أمون، لكن هنا سوحة أمون أو صا أمون اللي هو ابن أمون. يبقى ده كده الخرطوشة بالكامل. لو جيت هنا حضرتك بتقرا ادي حري حر او هو حريحور. حريحور ده كبير الكهنة اللي قلد نفسه كملك لمصر هنا، ورمز طبعا هنا في جنوب مصر. كان ليه لقب اللي هو لقب الميلاد، اللي هو نسر حن ان امون، اللي هو اللي هو زي ما تقول عليه كده رسول امون. رسول امون ده هو اللقب النسوبيتي بتاعه. يعني لو دققت النظر هنا حضرتك هتلاقي فيه خرطوشة وفي مجملها حري حن ان امون، اللي هو لقب النسوبيتي بتاع حريحور. حريحور من الأسرة كام؟ الأسرة ال21 اللي هو كانت الأسرة الطيبية. يبقى عندنا احنا أسرة ال21 في جنوب مصر، والأسرة ال21 في شمال مصر، اللي هو كان الملك في الوقت ده اللي هو موازي لحريحور اللي هو سمندس اللي هو كان الملك الموازي لحريحور. حريحور هنا كان في طيبة، وسمندس كان فين؟ في صان الحجر العاصمة الشمالية. طبعا دي معلومة حضراتكم، لأنه في بعض الزملاء اللي هو بيسألوا في بعض الخرائطيش في صالة الأعمدة الكبرى طبعا لا تخص رمسيس الثاني، جاءت في فترات لاحقة لفترة رمسيس الثاني. إن شاء الله على فترات متعاقبة أنا همسك لكم الأسماء أو الخراطيش بتاعة الملوك اللي هي لا تمت، يعني مش تبع رمسيس الثاني، يعني خراطيش مش ليست اسم رمسيس الثاني، وهفسرها لكم ان شاء الله اسم بحيث تروح كل مكان. يعني احنا هنا كده احنا في صالة الأعمدة الكبرى. بص حضرتك في الفناء اللي هو الباب اللي يوديك على البحيرة المقدسة، وتمسك الجدار ده. لو انت جيت حبيت يعني تشوف الكلام ده فين بالظبط، هتلاقي هنا لقبين لحريحور. اللقب النيسوبيتي زي ما قلنا عليه اهو، النسر حن ان امون اللي هو رسول امون. وهنا الصارع لقب الصارع. وادي حري حر او هو بيقول حر بيت حر اللي هو بنقول عليه حري حور. صا امون اللي هو ابن امون. ده الخرطوشة اللي هو الاسم اللي